انطباعي عن الحلقة الأولى لمسلسل الشرنقة. اتفرجت على الحلقة الأولى لمسلسل الشرنقة بطولة أحمد داوود ومريم الخشت اللي متاح دلوقتي على منصة واتشت. قصة المسلسل بتدور حوالين حازم اللي شغال محاسب ضريبي في مكتب محاسبة، وعنده مهارة تثبيت الحسابات بتاعت الشركات الكبيرة عشان يقلل لهم الضرايب وكده، ودي حاجة طبعا أنا متحيز ليها جدا بحكم مهنتي. لكن برغم مهارة حازم الكبيرة دي إلا إنه بينتمي للطبقة المتوسطة وبيعاني من الأزمات الاقتصادية وفرق الطبقات زي ما احنا كلنا بنعاني دلوقتي، ودي اتقدمت كتابيا بطريقة حلوة جدا، خصوصا إن احنا مش بنشوف الطبقة دي في أعمال كتير. في وسط البريمس اللي يبان بسيط جدا ده بيحصل حاجات كتير مش مفهومه جوه المسلسل، وهي ان في شخصيتين من احمد داوود جوه المسلسل، بس احنا مش عارفين هل ده احمد داوود في الماضي او في المستقبل، ولا ده دي اي دي مثلا، ولا هي اصلا احلام وتخيلات. وده عشان اصلا تصنيف المسلسل بينتمي لنوعيه الاثاره والغموض اللي طبعا مشهور بيها يوسف الشريف في مسلسلات رمضان. ولو حسيت بده وانت بتتفرج فده طبيعي، لان كاتب المسلسل هو الكاتب الكبير عمرو سمير عاطف اللي قدم لنا قبل كده مسلسلات كتير بتنتمي للجنرا دي، واللي كتب 95% من اعمال يوسف الشريف باي ذا واي. برضه الايجابيات في المسلسل اكتر بكتير من السلبيات، بس بما ان لسه بدري فانا مش هحكم عليه ولا هقول الايجابيات ولا هقول السلبيات، لكن المؤكد ان انا هكمل فرجه على المسلسل واديله فرصه واثنين وثلاثه. وبالمناسبه دي الحاجه اللي احنا دايما بنعملها خلال مراجعات مسلسلات رمضان، وان احنا بناخد لفه على بعض المسلسلات اللي انتوا بتطلبوها ونكرر حاجه من ثلاثه، هنكمل ولا اصبر ولا افكس. فمسلسل الشرنقه هحطه في خانه هصبر. قولوا لي في الكومنتات ايه المسلسلات اللي مستنيين انطباعي عنها. بكره ان شاء الله هنزل لك دليلي لمسلسلات رمضان، مين 30 حلقه ومين 15 نص اول ومين 15 نص تاني، وايه قنوات العرض وكمان المنصات. كل سنه وانتم طيبين، ما تنساش اللايك والفولو، وان شاء الله تغطيتي في رمضان تعجبك.